بداية الطريق في كوكاكولا زي نهايته، ماتش تكسب تكمل، تخسر تخرج بره، بس الخسارة مش نهاية المطاف، عشان احنا عندنا كشافين في كل الملاعب. لاعب الكورة بيبان يعني في جزء من الثانية تعرف ان هو لعيب كورة ولا مش لعيب كورة. احنا لينا مقاييس مهمة جدا، اللاعب بيشد انتباه العين الخبيرة. تكتشف بقى الموهوبين بقى اللي هي مش في الأندية، اللي هي في مراكز الشباب او بيلعبوا في الشوارع، دوري رمضانيه. اللعيبه دي هي دي بقى تفرز للانديه. كم كبير من اللاعبين الموهوبين هيكون ليهم شأن في الكوره في مصر، ويكون كوكاكولا هي السبب ليهم يعني. اشتركنا في دوري كوكاكولا يعني وخدنا شرف المحاولة اللي احنا برضو لعبنا. احنا وصلنا عشان ما كناش فاهمين برضك لعب بعض، المرة الجاية ان شاء الله هنكون احسن من كده. بس احنا بنشكر كوكاكولا على الدورة الجميلة دي وكفينا شرف المحاولة. راجعين السنة الجاية. وصلنا من البلونتريات وما كانش فيه نصيب ان احنا نفوز. كانت بطولة جميلة وما فيهاش مشاكل ولا ظلم ولا في التحكيم ولا حاجة. انا شايف البطولة دي هتطلع مواهب جميلة، والمواهب دي هتمثل مصر في كأس 22. بطولة حلوة بين مرات الشباب دي طالعة بتدي فرصة للعيبة انهم يكسبوا. بنحاول نقعد مع اللعيبة نفهم لعبنا، محدش يزعل التاني، كرة جماعية من لمسة واحدة. انا شايف مع كوكاكولا السنة الجاية ان شاء الله اخد البطولة واسافر لتشيلسي واكسبها.